Hello everyone, it's me again. والنهاردة أنا هرد على أسئلتكم. هجاوب على 10 أسئلة من أكتر الأسئلة اللي انتوا بتسألوها لي بمنتهى الصراحة ومنتهى الصدق. السؤال الأول: ليه عملتي قناة على اليوتيوب رغم انك ما بتحبيش الشهرة وشخصية خجولة؟ أولا أنا عاملة القناة دي عشان نفسي. لو انتوا ما تعرفوش فأنا بادئة من سنة 2017. فتحت القناة دي على اليوتيوب وما كانش حرفيا عندي 0 مشترك. مفيش بس غير يعني 3 بس اللي هم اخواتي وقرايبي بس. ما كانش عندي اي مشتركين. وانا كنت بعمل الحاجات دي للذكريات، اللي هو يعني التليفون مهما تعبى فيديوهات ليه ميموري وليه طاقة، فانا بقى بنشره على اليوتيوب. اللي هو بصوا يا جماعة انا عملت ايه النهاردة، بصوا أنا عملت ايه كده يعني. وفجأة يعني الموضوع كبر، ويعني الناس بقوا يشتركوا في قناتي وبقيت مشهورة يعني، وبقى عندي 1160 مشترك دلوقتي. مش عارفة بقى في وقت تنزيل الفيديو هيكون كام. وكبرت وكده يعني. فانا ما بحبش الشهرة لان انا قلتلكوا ان سلبيات الشهرة اكتر من ايجابياتها. وغير كده كمان القناة بقت تدخلي دخل مادي عشان اتفرج على نفسي وانا بكبر واكبر معاكم كمان. السؤال التاني: ايه هي وظيفة احلامك؟ اكون مدرسة انجليزي. السؤال التالت: بتحبي الكلاب ولا القطط؟ القطط طبعا، بالذات القطط الشيراز والسيامي. دي يعني حاجة ما فيهاش نقاش. السؤال بقى الرابع: مكياجك طفولي. في واحدة بتقولي ان انا مكياجي طفولي شوية. عايزة اقولك على حاجة. اولا انا ميك اب ارتست. ممكن اعمل مكياج اوفر، ممكن اعمل مكياج اللي هو عرايس سواريه افراح فعلا. لكن انا بحب المكياج ده، انا منجذبة اكتر للمكياج الكوري والمكياج الياباني والمكياج الصيني، ولان انا اصلا برضو في عرق اسيوي. فانا منجذبه للحاجات دي وانا شايفه نفسي اكتر في الحاجات دي. فمحدش ليه علاقه انا بعمل ايه ومحدش ليه علاقه انا بحط مكياج شكله عامل ازاي. مادام دي من فلوسي يبقى انا اللي اتحكم في نفسي. ماشي. السؤال بقى اللي بعديه هو فعلا كل الالعاب اللي عندك دي فعلا هي بتاعتك؟ او سؤال شخصي شويه، فانا همتنع الاجابه عنه. من الاخر يعني، ايه هي فرقتك الكورية المفضله؟ فرقتي الكورية المفضلة هي BTS وإتزاي ونيو جينز. ماشي. فرقتين بنات وفرقة ولد. فرقة ولاد اللي هي BTS. وفي برضه بحب نيو جنريشن، حلو قوي برضه. انا بحب كل الفرق الكورية يعني الصراحة. ليه اغاني كده معينة بحبها جدا، ممكن اسمعها 1000 مرة وما ازهقش، زي BTS اللي هي دمي وعرقي ودموعي. الاغنية دي رائعة جدا رغم انها نازلة من 2016، الا انها رائعة. انصحكم بيها يعني تسمعوها، اغنية حلوة. تعملي ايه في وقت فراغك؟ أم كرافت. يعني بصوا دي مثلا انا اللي عاملاها. استنوا افتحها لكم. دي انا اللي عاملاها، حد يصدق ان انا اللي دي عاملاها؟ شكلها لعبة حد شاريها. بصوا بقى هاجي افتحها كده مثلا. بصوا شكلها عامل ازاي. ده المفروض لابتوب والصور اللي هنا يعني ايه ممكن اغيرها. فده يعني ايه لابتوب. كسرتها. عايزة اصلحها تاني. فاللي انا بعمله هو الكرافت. في بقى سؤال جايلي بالانجليزي: I feel sometimes you are nuts. I don't know if you are really this or you have a mental health problem. I don't know what's wrong with you, but I'm sometimes feel you're a little bit crazy. السؤال ده بالانجليزي فانا هرد عليه بالانجليزي. Actually, that's my character in internet. But in real life, I'm a teacher. So, what's gonna happen if you are watch a girl with a straight face, not funny, not do silly things? What's interesting in it? I mean, I want to be attention. I want to have attention. Um, so I'm gonna do what viewers want, like silly things, like funny things. But in real life, I don't have anything. I don't have any problem. I'm actually a teacher. So that's only my character in internet. But if you are meet me in real life, you will know me well. So that's a rude one thing, and first thing at all, that's rude. And second of all, if you don't like if you don't like me,
why you watching me? If you don't like my vibes, if you don't like my style, why you are watching me? That's sound nuts. That's what a real nuts in this story. Like uh I wanna be this character in the internet. Nobody know me. Nobody know me in real life. So it's just a character in internet. But in real life كان إجابة على السؤال. ماشي، في بقى سؤال بيقول لي ليه ما دخلتيش تربية فنية رغم إنك فنانة؟ I mean yeah money. هو بصوا، هي تربية فنية كلية حلوة جدا، وأنا لو كنت دخلت فيها كنت هبقى كويسة جدا، وكنت هبقى يعني معيدة من أول سنة بس أنا معيش فلوس، وبابا معهوش فلوس، وده يعني لا أنا بحب بابا جدا وكده يعني، بس هو أنا شايفة إن هو حاجة هبلة، حاجة غبية إن أنا أصرف فلوسي على ألوان ولوح. في حاجات تانية زي الجهاز مثلا، زي الأقساط مثلا اللي علينا، زي الفواتير اللي علينا. يعني هما بيدفعوا 5000 جنيه في الترم، أنا مش هقدر. ده أنا السنة اللي فاتت أيام الرخص بقى شوية، أيام ما كان لسه الميكروباص ب3 جنيه، جابوا علبة قد كده صغيرة قد علبة الكريم بتاعة شمع 300 جنيه. والدكتورة بتقول لهم ما تجيبوش يا بنات، أنا بحضر تربية فنية ساعات، بتقول لهم يا بنات ما تجيبوش من من المحلات اللي هي هنا دي، علشان بتبقى غالية، بتبقى ب500، هاتوها من مش عارف من فين. وعمالين يتكلموا، وغير كده بقى في مكنة كده بتسيح الشمع، فانا ما كنتش هقدر. وغير كده بقى اللوح الكبيرة اللي هي بتبقى اطار خشب دي، اللوحة اللي قد كده الصغيرة بتبقى 100 جنيه، فانا ما كنتش هقدر خالص خالص ان انا ادخل تربية فنية. وغير كده الوان كتير يعني، بيستخدموا الوان جواش، الوان شمع، الوان زيت، الوان مش عارف فبر كاستل انا مش هقدر بجد يا جماعة. ما تتكلموش في الموضوع ده، لان انا كل ما افتكر الموضوع ده ابقى عايزة اعيط. بس انا بحب الكلية بتاعتي حلوة، انا بحبها. ماشي، السؤال بقى اللي بعديه، ايه هي طموحاتك في الحياة؟ مش عارفة اذا كنت بس هو اللي جه قدامي ان انا ابعد عن الناس ويسيبوني في حالي ويبطلوا تنمر عليا، وان انا عايزه اقول لهم ان انا احسن منهم كلهم، وعلى الاقل انا اثبتت نفسي. وانتوا يعني ايه يعني الواحد ما يعيبش على التاني وهو مش عامل انجازات. يعني لو واحد مثلا دكتور قال لي بصي، حقه لان هو دكتور، هو احسن مني، هو بيعالج الناس وبيشفيهم. واحد مثلا جه تاني بياع، ولا حد مثلا تاني مش عارف مش شارع، اللي انا احسن منك، ولا قاعد يتريق عليا ويتنمر عليا. لا انا اللي احسن منك، انا مدرسة، انت ايه؟ فاهمين يعني؟ ما نتنمرش على حد وما نعيبش التاني بحد، وكل واحد ليه وظيفة وكل واحد ليه هدف، وكده كده يعني اللي هيضايقني هديله بالجزمة، ده من الاخر يعني. ماشي. فدي هي كانت كل الاسئلة اللي اتسألت لي على ما اظن. جاوبت على السؤال اللي عملت قناة، وجاوبت على ايه طموحاتك، وجاوبت على السؤال الانجليزي اللي جالي، وليه مدخلتش فنية، ووظيفة احلامك مدرسة انجليزي وكده. واهو كده انا جاوبت على كل الاسئلة. اللي عنده اي اسئلة يكتب لي بقى ايه في الكومنتات تحت، وانا هرد ان شاء الله على كل الاسئلة. واللي مش عاجبه قناتي يمشي ما يتفرجش عليا، اللي مش عاجبه شخصيتي ما يتفرجش عليا. اللي بيتفرج عليا عشان هي ويقعد يضحك، انا احسن منك، انا مدرسة، انت ايه يعني؟ انت يعني اكبر واحد في عيلتك شغال ايه؟ ولا انت يعني عملت ايه في حياتك عشان تيجي تتريق عليا؟ ولو عجبتكم قناتي وعايزين تتفرجوا على فيديوهاتي الجديدة، اتأكدوا ان انتم فعالين زرار الجرس بعد ما تدوسوا سبسكرايب او اشتراك، واعملوا لايك للفيديو عشان ناس كتيرة تشوفه وناس كتيرة تعرفني اكتر. وانا مبسوطة ان انا كنت معاكم، وباي باي.